تبريمه لتبييض الجسم غتهنيك من التصبغات ديال البحر والحروق ديال الشمس، غتخلي الجسم ديالك قطعه وحده، لا تصبغات لا حروق ديال الشمس. كتصلح كذلك للعريسات المقبلات على الزواج، وكذلك تعتمديها كمشروع. اهلا الغزاله ديالي، نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. تلقاكم لا فيديو في احسن الاحوال. اليوم غنصاوب معكم واحد التبريمه ديال المعكازه، تبريمه خطيره غتوجديها يعني نهار واحد وغتبقى عندك يعني مده طويله حتى ل 8 شهور 9 شهور حتى العام غتبقى عندك وتبداي تستخدميها. اول مكون بلا ما نطول عليكم اللي هو الكركديه البنات، غناخذو وغنطحنو مزيان يعني غتاخدي كميه ديال الكركدي. هاد التبريمه البنات اي حاجه غنديرها غديروا نتوما الكميه اللي بغيتو، قد ما بغيتو ديال التبريمه غتكثروا، بغيتو ديروا غير نهار واحد غديروا معلقه من كل حاجه، فهمتوا؟ يعني اي حاجه كنحطها في هاد الاعشاب هادو نتوما غديروا على حساب الكميه، لان هاد التبريمه غنخلطوا الاعشاب ومن بعد غنخليوها يعني في قريعه ديال الزاج نحتفظوا بها. وكل مره كتبغي تستخدمي التبريمه كتبدي منها الكميه اللي غتكفيك الجسم ديالك. هنا البنات غادي نضيف المكون الثاني اللي هو الكركم ديال التجميله. البنات حاولوا انكم تمشيو عند العطار تقولوا ليه الكركم يعني ديال التجميل ماشي ديال الطياب، ويكون جديد، ضروري انه يكون جديد باش كيعطيكم مفعول اللي مزيان كيصفي البنات البشره. البنات اللي مقبلات على الزواج اعتمدوا الوصفات ديال الكركم. وكنضيف كذلك واحد المكون يقدر يجيكم غريب ولكن خطير في التفتيح ديال البشره اللي هو زبد البحر، غتلقاوه عند اي عطار موجود. كتاخذيه مطحون او لا يمكن لك تطحنيه غير في الدار، راه دغيا كيتطحن، ولكن ضروري انك تصفيه مزيان يعني في شي صفايه اللي كتكون رقيقه. خطير البنات في التبريمات، خطير في الصابونيات، خطير للجسم، يعني كيصفي الجسم وكيفتح واحد اللون ديال البشره. شوفوا معايا البنات ضروري انكم يعني تصفيوه مزيان لان كيبقاو فيه دوك الحبيبات اللي كيكونوا حرشين شويه، لانها شويه قاصحه بحال شي حجره اللي كتكون هكا يعني سهله انها تطحن، فهمتوا؟ ولكن فاش كتطحنوها ضروري كتبقى واحد شويه ديال الحروشيه. ضروري انكم تصفيوها، لا هي لا الرز، ضروري انكم تصفيوها باش هكا ما نجرحوش البشره ديالنا فاش كنكونوا كنبرموا. يعني التبريمه كما كتعرفوا راه كتطبقيها على الجسم ومن بعد كتبرميها. فاش كتبرم اختي ضروري يعني هاد الاعشاب كاملين يكونوا هكا يعني منخولين مزيان. هنا البنات غادي ندير عرق السوس كما كتعرفوا حتى هو خطير في التفتيح ديال البشره ديال الوجه، خطير البنات بزاف. خديت منه حتى واحد الكميه، يعني هاد الكميه البنات راه غتكفاني تقريبا لمده تقريبا 7 ايام 6 ايام، يعني هاد الكميه اللي كندير انا. هنا غادي ناخذ السدر مطحون البنات وما ادراك ما السدر مطحون، زوين الشعر زوين الوجه زوين البشره كامله. يعني السدر من اندر يعني الاعشاب اللي ما كتجيش مع اي بشره كدير يعني السدر اي نوع عفوا اي بنت كدير السدر كتعرف يعني المزايا ديالو لا البشره وحتى الشعر. يعني بزاف ديال البنات كيديروا ما كيدير لا حساسيه لا حتى شي حاجه، يعني الاكثريه ديال البنات ما كيديرش لهم حساسيه، ماشي بحال الاعشاب الاخرين. ضروري انك يعني تيستي في شي بلاصه في الجسم ديالك الا كنتي اول مره كتستخدمي شي عشبه. هنا البنات غادي نضيف كذلك العرعار البنات. كما كتعرفوا العرعار ضروري كنستخدموه في اي تبريمه سواء ديال الحمام او لا التبريمه اللي كنبرموا عادي بحال هكا. فالعرعار كيبقى من اقوى الاعشاب اللي كتنقي البشره كتصفي، وكذلك واحد الرويحه البنات غزاله. انا كنحماق على ريحه العرعار، كنديرها في اي تبريمه سواء ديال اللي كناخذ للحمام او للدوش، وحتى التبريمات هادو يعني اللي كنبرموا غير على الناشف بحال هكا فضروري كنستخدموه في اي وصفه. وكذلك كاينين وصفات ديال الوجه ديال العرعار راه خطير البنات، كينقي البشره كيصفيها، خصوصا اللي خلطتيه يعني مع شي اعشاب اخرين، فديك لا تيكستور كتعطي واحد النتيجه روعه. هنا كذلك عندنا الرز مطحون البنات، كما قلت لكم الرز وزبد البحر فاش كطحنوهم اولا كتجيبوهم مطحونين فضروري انكم تصفيوهم مزيان حتى كيوليو بودر. وصافي البنات هادو هما الاعشاب يعني طحنتهم مزيان. ضروري انكم تنخلوهم مزيان غربلوهم البنات باش هكا كما قلت لكم ما تجرحش الجسم ديالكم وانتم كتبرموا. صافي البنات هنا شنو كنضيف دابا؟ كنضيف نشا الذره. حاولوا انكم تكثروا من نشا الذره البنات، خطير في التفتيح ديال البشره، كذلك كيعطينا واحد اللمعه للبشره يعني واحد الملمس حريري يعني ترطب لينا الجسم. هنا كنضيف كميه كبيره، انا ما كانش عندي بزاف ديال النشا فكنضيف الكميه اللي عندي كامله درتها. الا عندكم يعني نشا كتير زيدوا نشا بزاف.
وغادي نضيف كذلك واحد المكون اللي ضروري في هاد التبريمه، ضروري انكم تضيفوه، كيفتح وكينقي لينا البشره، يعني كيخلي واحد اللمعه واحد اللوين غزال، وكيحيد التصبغات. يعني بالنسبه للبنات اللي الجسم ديالهم تصبغ مزيان مزيان مزيان، حاولوا انكم ديروا وصفات اللي فيهم الحليب المجفف. الحليب المجفف راه هضرت عليه ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي 10 ماشي 20، راه خطير في التفتيح ديال البشره، سواء يعني الوجه او لا البشره كامله. فكنديروا في التبريمات، كنديروا في الماسكات ديال الوجه، ضروري كيكون عندي في الدار. صافي الفنه ديالي هاد الشيء، يعني يمكن لكم انكم تخلطوا التبريمه صافي كتكون واجده بهذا الشكل هذا، اولا يمكن لكم تضيفوا القهوه العاديه، كتاخذوا يعني القهوه العاديه، البن العربي، فكتاخذوا من واحد الكميه حاولي انك تطحنيها، يعني كطحنوها واحد شويه باش كتكون هكا رقيقه، ما كتكونش غليظه، وكنخويها في هاد التبريمه هذه. يمكن لكم تستغناو عليها، او يمكن لكم تبدلوها بقهوه سريعه الذوبان، حتى هي يعني كتمشى مع هاد التبريمه هذه، او يمكن لكم تستغناو على القهوه نهائيا. واخر مكون بالنسبه للبنات اللي عندهم تصبغات، يعني البقع باينين في البشره ديالهم، البنات اللي عندهم الحب الرقيق، وكذلك البنات اللي عندهم الكلف، ضيفوا واحد الكميه من الحمص المطحون. خطير البنات في الكلف، كيفتتوا يعني من الاستعمالات الاولى، يعني الاسبوع الاول غتتبعيه غيعطيك نتيجه خطيره سواء الوجه او البشره. صافي البنات كنخلطوا المكونات ديالنا، يعني هاد الاعشاب وهاد الشيء كامل كنخلطوه مزيان مزيان. حاولوا انكم تميكسيو هاد الشيء مزيان مزيان باش هكا تخلط معكم التبريمه وتبقى واجده، فهكا كل مره كتبغي ديري تبريمه بحال هكا فما كيكونش عندك الوقت. انا دائما كندير هاد الطريقه هذه، فكتبقى عندي مده طويله. وكما قلت لكم بالنسبه للبنات اللي كيديروا مشاريع، فهذه من احسن المشاريع، احسن واسهل المشاريع اللي يعني فيها يعني حركه وبنات كيشريو وكل شيء. فهاد النوع ديال التبريمات هادو غيتمشاو لك اختي، يعني صاوبي كميه اللي كتكون كبيره، ديريها في بواطات بحال هكا صغارين بحال هكا، وبقاي بيعها. يعني كل وحده تشوف الثمن على حسب يعني على حسب المكونات اللي دارت يعني في التبريمه، الاعشاب وداكشي كامل، وكتشوفي الثمن على حسب يعني داكشي اللي درتي كما قلت لك، وصافي كتبداي تبيعي. والبنات راه بطبيعه الحال كاينين بنات موظفات اللي خدامين، كاين بنات عفوا اللي كيقراو، فما مسالينش انهم يصاوبوا التبريمات كل نهار كل نهار، فانت كتكوني وفرتي عليهم. بداي غير يعني بالناس اللي حداك يعني المحيط اللي حداك، اختك صاحبتك بنت عمك بنت خالتك العائله، فهكا كيبداو المشاريع الصغيره بشويه بشويه كتكبري. يعني بالنسبه للبنات اللي بغاو يديروا مشروع، علاش لا، بداي اختي غير بالتبريمه بحال هكا، مره ديري وصفه، مره الزيت ديال الشعر، ولكن من الاحسن انك تكوني يعني انت عارفه شنو كديري، يعني تكوني مجربه داكشي عاد كتبيعيه، فهمتوا؟ ضروري لي يعني الثقه. صافي البنات، هنا الطريقه ديال الاستعمال ديال هاد التبريمه بطبيعه الحال كناخذوا صفار بيضه فقط، ما كنديروش بيضه كامله، كنديروا صفار بيضه، كندير شويه ديال الماء باش كيتخلط معايا كلشي، وصافي كنخلط هاد التبريمه مزيان مزيان وكتكون معايا واجده. يعني كنبقى نضيف شويه ديال الماء مع داك الصفار حتى كتخلط لي دوك الاعشاب كاملين، وكتعطينا يعني قوام اللي كيكون كريمي، فهكا كتكون التبريمه ديالنا واجده. بالنسبه كذلك للعريسات المقبلات على الزواج، يمكن لكم انكم يعني تصاوبوا هاد التبريمه هذه بكميه اللي كتكون كبيره، كتفوت يعني حتى العام ما كتخسر ما حتى شي حاجه، فكتحتفظي بها غير في البلاكار. كل مره كتبغي تستخدمي التبريمه اختي كتكون عندك يعني واجده وخطيره. البنات من اخطر التبريمات اللي جربتهم هي التبريمه هذه، مكوناتها يعني ما كترش لكم المكونات باش هكا كاع البنات يديروا هاد التبريمه. شوفوا معايا البنات كنوريكم يديا، راه كنت درت واحد اللبخه ديال الحنه شاركتها معكم، وعاودت درتها يعني ثاني مره درتها، فمازال ما مشاش الحنه، داكشي علاش كنوريكم يدي هكا صفرين. صافي البنات كتطبقوا التبريمه على العنق ديالكم، اليدين، الرجلين، على الجسم كامل. طبعا ما عدا الوجه ما غاديش نديروها ليه نهائيا. العنق اختي غير ديري ليه طلي مزيان مزيان، خصوصا كما قلت لكم البنات المقبلات على الزواج، هاد التبريمات هادو خاصكم ضروري انكم يعني تعطيوهم صليه. البنات اللي بغاو يفتحوا الجسم ديالهم، بنت اختي بغيتي تهلاي غير في راسك، هاد التبريمات هادو اختي بحال هاد النوع هذا، ما عندك لا وقت لا حتى شي حاجه، كتكوني خدامه. البنيتات اللي كيقراو يعني اللي دابا داخلين لافاك، البنات اللي كيقراو في الليسي كيبغيو يتهلاو في راسهم مره مره، فبحال هاد التبريمه هذا اختي ما فيها باس تصاوبيها مره واحده مثلا
في الويكاند اولا في هاد الايامات مازال ما بدات القرايه فكتصاوبيها كتبقى عندك العام كامل، يعني كتبقى عندك تصاوبي كونتيتي اللي كتكون كبيره. فاش كتكون يعني الكونتيتي كبيره بزاف خليها غير في الثلاجه باش يعني ما تخسرش معاك الرطوبه كذا. يعني كل مدينه كيفاش كيكون الجو ديالها. فصافي البنات كما كتشوفوا التبريمه ديالي كنخليها حتى كتنشف مزيان مزيان مزيان. ضروري انكم تخليوها تنشف مزيان باش هكا كتبرم لكم كاع الجلد الميت، كتبرم لكم كاع دوك الاوساخ داكشي ديال يعني داك الشموسات ديال البحر كتبرمهم مزيان مزيان. وكتشوفوا النتيجه قدام عينيكم البنات. اي حاجه كنوريها لكم قدام عينيكم باش هكا تشجعوا تنوضوا تحيدوا العكس كما كنقول لكم دائما. حيدوا العكس ونوضوا تهلاو ليا في راسكم. ما بقى والو دابا الدخول المدرسي، ما بقى والو نوضوا نخدموا. داكشي علاش خاصنا نتهلاو في راسنا نحيدوا داك التصبغات ديال الشمس، يعني الحروقات ديال الشمس وداكشي كامل اللي خدينا من البحر. فاحسن حاجه ديروها يعني قبل ما تبداو، الا شفتي هذا الفيديو هذا يعني قبل ما تبداي القرايه ولا الخدمه، ديري البخه ديال الحنه هي الاولى باش كتحيد لك كاع كتقشر لك كاع الجسم ديالك مزيان مزيان. ومورها ديري صابونيه وديري التبريمات بحال هادو. فكل مره كديري التبريمه كتفتحي الجسم ديالك مزيان، كتحيدي الخلايا الميته، كتنقيه وكتصفيه وكتخليه رطيب نقيقي هكا كيشعل. ولكن كما كنقول لكم دائما اهم حاجه مور اي تبريمه اولا اي وصفه ضروري انكم ترطبوا مزيان مزيان. كريمات البنات فازلين، رطبوا ليديكم الجسم ديالكم كامل الوجه ديالكم كلشي البنات. الترطيب اهم حاجه في يعني في السكين كير. وصافي الفنان ديالي هذا ما كان. تهلاو ليا في راسكم، ما تنساونيش من اللايك والتعليق زوينين ديالكم. تهلاو.